قنوات رسمية رياضية عراقية تهاجم منتخبنا الوطني للناشئين تحت مسمى مزورون بالعمر. شاهد هذا الفيديو. عن انه انت تباوع بالوجود، دقق بالاعمار ودقق على فكره حتى يعني باتصالاتي ما بعد المباراه جميع اللي يحيطون بالبطوله يعرفون انه المنتخب اليمني اعماره غير حقيقيه، لا نقول لك احنا نتعامل مع الجوازات، المشكله هم مزوديننا بجوازات وهاي جوازاتهم. فاحنا علينا يعني كشأن داخلي علينا ان نفهم، اما ان نبحث عن بطولات وهميه ونعود الى قضيه التزوير والقضيه اللي اكلت من جرف الكره العراقيه الكثير، اما ان نحترم واقعنا وخطتنا لبناء كره قدم حقيقيه والقضاء على التلاعب بالاعمار. ويستدلون بتاريخ الكرة اليمنية. سنعود قليلا إلى الماضي. سلامات للاعب المنتخب العراقي صاحب الهدف الثاني الجميل للمنتخب العراقي. هدوء يا شباب، هدوء. العراقي يعني هو الانضباط، المنتخب اليمني العراق، يعني مثل هذه الاحتكاكات دائما تعتبر طبيعية في الملاعب، تنتهي بعد نهاية اللقاء، كل واحد بيرجع على معسكره ولا شقة. هذه الفلسفة يجب أن تعرف. سلامات. انهاء الأمور يعني حتى لو تدخل المدرب أو العقلاء بهذه إذا ما بين المنتخبين انتهت الأمور. نتمنى من الحكم يكون أكثر جراءة على إنهاء الأمور. هناك بطاقات ستكون حاضرة، وأعتقد أننا سوف نرى البطاقة الحمراء، أشعر بذلك. عزيزي المشاهد، شاركني في التعليقات. هل القنوات العراقية محقة في ذلك؟ أم إن المحللين لا يملكون روح الرياضة؟ إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك.